السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطي المكرونة على الفراخ من غير سلق ولا تحمير ولا وجع قلب. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة ومش هتخليكي تقف في المطبخ كتير من الحر. ناس كتير في الحر اللي احنا فيه ده ما بيحبوش يقفوا يعملوا اكل بسبب الحر، لان الجو حر جدا وبيبقى المطبخ حر فبيتعبوا بصراحة. فالوصفة بتاعتنا النهاردة من الوصفات السهلة جدا اللي مش هتاخد معاك وقت ولا هتوقفك في المطبخ كتير. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة. اول حاجة كده جبت طاسة وحطيت فيها شوية من الزيت، وبدأت انزل معايا نص كيلو من الفراخ، صدور الفراخ متقطعة مكعبات. يبقى حطينا المادة الدهنية عبارة عن زيت. تمام، وحطيت نص كيلو من الفراخ متقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده، ما تقطعهاش كبيرة وهنعرف ليه دلوقتي. حطيتها وفردتها في الطاسة كده وهسيبها لحد ما تاخد لون وتغير معايا. ما تقلبيهاش على طول ساعة ما تحطيها، وحاولي اللي انتي ما تقلبيش فيها كتير علشان ما تنزلش المية بتاعتها، والنار تبقى عالية. تمام، بعد ما قلبتها وخدت لون بقى من الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده، مش منزلة مية ولا حاجة، بدأت اللي انا اديها رشة كده من الفلفل الاسود والسبع بهارات او بهارات الفراخ. مع التشويحة بتدي ريحة حلوة جدا. وهديهم بقى تقليبة مع بعض وهسيبها لحد ايه ما تستوي معايا. هي مش هتاخد وقت في السوا، الفراخ بتستوي على طول، وكمان لانها متقطعة صغير. تمام، اما حسيت بقى اللي هي خلاص داخلة في السوا وما فيهاش مية، بدأت اللي انا انزل عليها ببصلاية متقطعة صغير، واقلب البصلاية معاها واسيبها لحد ما تدبل كده هي كمان وتكون مستوية معايا. وزي ما قلنا ما تقلبيش فيها كتير وتبقى النار عالية. هسيبها بقى تتشوح مع الفراخ وتدبل بقى كده معايا. هحط بقى الملح بتاعي واظبط الملح كويس. وبعد كده معايا شطة حامية او باردة، المتوفر عندك واللي انتي حبيه. انا حطيت شطة حامية هتدي طعم حلو جدا. قطعتها شرايح بالورب كده بالشكل ده. عايزة تحطي فلفل الوان برضو مفيش مشكلة، ومش عايزة تحطي فلفل خالص ما تحطيش. تمام، هسيبها بقى يتشوحوا كده مع بعض، وبعد كده هطفي عليها واركنها على جنب. بعد كده هنجهز الصلصة بتاعتنا. جبت حلة وحطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة، وهحط عليها حوالي معلقتين من الزيت. السمنة هتديها طعم حلو جدا. هسيبها لحد ما تسخن كويس، وبعد ما تسخن هنزل عليها بعصير الطماطم. عصير الطماطم ده حوالي كيلو الا ربع كده من الطماطم، لان انا عاملة كمية. هحط عليهم سكر، وهحط ملح، وهحط فلفل اسود وكمون وكزبرة. كل حاجة كده نص معلقة صغيرة مليانة. وحطيت كمان مكعب مرق الدجاج. بس هي دي التوابل بتاعتنا. يبقى التوابل عبارة عن ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وكمون، وحطينا مكعب مرق الدجاج ورشة من السكر. هسيبها تغلي كده، مش هسيبها اللي هي تتسبك، هتغلي غلوتين وبعد كده هنطفي عليها. مش هتسيبيها تتسبك خالص. طبعا لو انتي عاملة طاجن صغير هتعملي كوبايتين من عصير الطماطم بس مش اكتر. بعد كده هطفي عليها وبعدين هنجهز الطواجن اللي احنا هنشتغل فيها. جبت الطاجن وحطيت فيه شوية من الزيت كده، وبدأت اللي انا ادهنه بالفرشة كويس جدا من تحت ومن الجناب، علشان الطاجن بتاعنا ما يلزقش مننا. تمام، انا عملت في طاجن فخار والطاجن البايركس ده علشان المتوفر عندك تقدري اللي انت تعملي فيه. وممكن تعملي في طاجن ألمونيوم برضو، فالمتوفر عندك اعملي فيه. وممكن تجيبي طواجن صغيرة تعملي فيها، مش شرط الطواجن الكبيرة. هبدأ بقى اللي انا اقسم الفراخ بتاعتي على الطواجن. هحط هنا شوية وهنا شوية، هملى الأرضية بتاعتي. هبدأ بقى اللي انا افردهم كده واسويهم. زي ما قلنا تقدري اللي انت تعمليهم في طواجن صغيرة، يبقى الطاجن على قد الفرد بس كده. تمام، بعد كده بقى هجيب المكرونة بتاعتي وهحطها. المكرونة ولا بتتسلق ولا اي حاجة، هي نية زي ما هي كده تبدأي اللي انتي تحطيها. تقولي لي هتستوي؟ طبعا هتستوي وهتبقى زي الفل، وهتطلع معاكي حلوة جدا. هوزع بقى المكرونة كده على الطواجن،
وما تمليش الطواجن مكرونة قوي، سيبي مسافة كده علشان لسه هتستوي وتبقى واخدة راحتها وهي في الفرن. تمام. بعد ما حطيت بقى المكرونة هبدأ اللي انا اجيب صلصة الطماطم، وهبدأ اللي انا اوزعها على الطواجن. هنحط هنا شوية وهنا شوية، وزي ما قلنا الصلصة ما بتسيبهاش اللي هي تتسبك للآخر، تغلي غلوتين 3 بس كده وخلاص. ولو عايزة تزودي من لونها، لو حسيتي اللي هي مش حمرا قوي، ممكن تحط لها معلقتين صلصة. بعد كده هجيب بقى مية سخنة، لازم تكون مية سخنة. وهتكملي الطواجن لازم تكون المكرونة متغطية بالمية، غطيها كويس. المية خلصت، هجيب مية تانية وازود الطواجن بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده بظبط بقى بالمعلقة كده علشان المية تنزل لتحت وتبقى كلها والمية واصلة لها. في الوقت ده بقى بكون مشغلة الفرن علشان يسخن. هجيب مية بقى ازود، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. زودت المية، وبعد كده جبت ورق ألمونيوم وهبدأ اللي انا اغطيها كويس. لازم تكمريها وتغطيها كويس علشان المكرونة تستوي معانا. احنا الفراخ معانا مستوية، اهم حاجة المكرونة تستوي. هغطي بقى الاتنين كويس وهدخلهم الفرن على الشبكة، درجة حرارة عادية جدا عالية، وبتحطيها على الشبكة لمدة نص ساعة مش اكتر. ما بتشغليش شواية ولا حاجة، بتشغلي من تحت بس، وبتحطيها لمدة نص ساعة مش اكتر من كده. لا، ما تزوديش عن كده علشان المكرونة ما تعجنش منك. ايوه، النص ساعة هيكفوا جدا، والمكرونة هتستوي معاكي وتبقى زي الفل. بعد النص ساعة ما يعدوا بطلع الطواجن وبسيبها على الرخامة 10 دقايق، ما بكشفهاش على طول. شايفين ما شاء الله المكرونة اصلا باين عليها اللي هي مستوية. هنبدأ بقى نجيب طبق كده التقديم ونقلب الطاجن عليه. قلبته كده وهبدأ اللي انا اخبط بالراحة كده علشان ينزل. انا ده لسه سخن، المفروض ايه يعني ما اقلبوش، ما اقلبه بالشكل ده، ما شيلش الطاجن على طول عشان ينزل معايا بكل سهولة. سخن جدا. هبدأ بقى اللي انا اقلبه. قلبته بالشكل ده، هو مش متساوي قوي علشان لسه سخن، المفروض كنت سبت الطاجن زي ما هو. عملنا احلى طاجن مكرونة بالفراخ زي المحلات واحلى كمان، وكمان مضمون جدا. عارفة الفراخ انت جايباها منين وعاملاها صح، بجد ريحته وطعمه في منتهى الجمال زي المحلات بجد واحلى. وما بياخدش وقت خالص، بيتعمل في وقت قليل جدا، مش هتقفي في المطبخ كتير. الطاجن بقى التاني انا قلبته بس ما شلتش الطاجن نفسه، سبته عشان لسه سخن مش مالكه اللي انا ارفعه، فقلت يهدى شوية وبعد كده نشيله. شكله برضو تحفة جدا، باين اهوت من الطاجن بيتكلم عن نفسه. عايزاكم تجربوه، هيعجبكم جدا جدا.